أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الخبر 24، قناة من خلال برنامجها سير، برنامج تحليلي رياضي يستضيف فنانين ويستضيف محللين، أطر وطنية في التدريب، صحافة رياضية ومجموعة من المتنوعات. اليوم جميل، عندنا استضافة ضيف كريم، ضيف عزيز، الفنانة القديرة رشيدة طلال. أحيت طبعا حفل فني بمناسبة الكان، بمناسبة مقابلة المغرب وتنزانيا. مرحبا الأخت رشيدة. حياك الله، مرحبتي بك خويا عمر فخر الدين، وشكرا على هذا الاستضافة، لأن هذه سابقة بالنسبة لي أني نحضر لبرنامج رياضي، لأنه أنا عادة الكرة ماني من الناس اللي كتتبعها إلا إذا كان لاعب المنتخب المغربي، فشكرا دخلت لهذه الأجواء وحضرت مع الأستاذ. طبعا رشيدة طلال اليوم أحيت حفل قبل مباراة المنتخب، وطبعا هي كانت فرحانة لأن أنا من الناس اللي شاهدت معها المباراة، شاهدنا على المباشر. بلا ما نعاود أنا خليك أنت إحساس. واش لا نقول لك، أنا كباقي المغربيات الغيورات على بلدهم، والحمد لله. شوفوا منين بداو العيالات وبداو النساء كتشجع ما غاديش ننكروا على ان كانوا فرق اللي في القديم في 86 ومن بعد كانوا فرق اللي عطاونا كره، اللي عطاونا نجاحات تبارك الله. ولكن منين بدات المراه كتدخل التيرانات وكتزغرات اليوم عجبتني واحد اللقطه. كنا في البلاصه اللي تفرجنا فيها كانوا مجموعين، هما كانوا مجموعه الناس شافوك وكانوا كيسولوا واش ماشي هي. الوقت اللي غيتاكدوا ان رشيدة طلال معاهم في طبعا مشاهده المباراه هو لما تسجل هدف، والطريقه باش نطي وباش غوتي وباش درتي الطبله وباش لا وشوف كيف لا نقول، في اخر المطاف اول المطاف واخره انا مغربيه متحمسه. باش انا اولا بعد ذاك الوقت انا ما كنت كنتفرج، لان تفرج شوي وكنتاثر شوي قبضت التليفون وكان كنعدل هذا الكلمات متقاطعه، وشوي كنشوف وشوي، لان ما قديتش نبقى متوثره. واحد شويه منين سمعتهم وهما صقاو خلعت بعدا هي الاولى. ولكن خلقتينا مشكل ان عباد الله عرفوك وناضوا كيتصوروا معك، ما بقينا عرفوا واش نتفرجوا لا ولكن لا هما جاو اول شيء، هما جاو يتفرجوا ولكن راه ما كانوش شافوك في الاول. حنا راه دخلنا معطين لاحظتي، والناس راه ما كانوش متابعين. شوف الفنانين كاملين كيمشوا كيتفرجوا كباقي هذا الجمهور. هما الفنانين هما جزء لا يتجزأ من الجمهور المغربي، فاحنا كنجيو بحالنا بحال هذوك الناس، جايين لواحد الهدف اننا نشجعوا بقلوبنا، لانه كاينين مشجعين في الميدان اللي هما كانوا كاينين في التيران في الملعب، وحنا هما اللي كيشجعوا باصواتهم بجوارحهم بتشجيعاتهم المباشره، وحنا هما اللي كنشجعوا بروحنا، كنشجعوا يعني بجوارحنا. هذا الشيء كيوصلهم. وشنو اللاعب اليوم اللي عجبك اليوم؟ كان وشوف هما كاملين اولادنا، هما كاملين ما شاء الله عليهم، لعبوا وعطاونا واحد الكره زينه، ولو ان يعني شوف هي كتبقى في اخر المطاف لعبه، ولكن لعبوا وهذا وشنو نقول لك.
ما نبغي نسمو، لكن ضروري يكون شي لاعب، يعني راه شوف ما نظنش. ايش لا نقول لك. اه اللي زين هو ذاك اللي عدل، مما كان البيت. اللي عدل البيت. الله لانه يعين. شوف هما كانوا يلعبوا ما شاء الله عليهم، لانهم هما اللي لو كانوا ما عطوه فرصه باش يسدد، راه ما يعني. اذا للاشاره ان ابراهيم دياز سجل الهدف الرابع ديالو. لا غرت عين ما شاء الله عليه. ما شاء الله والله تبارك يخلي الله. لنا ان شاء الله ويمثل يعني كراعي في الميدان بمعدل. هو لا ما شاء الله عليه. ما شاء الله. ما احنا شاء شوف، الله، احنا ما شاء كنتكلموا على الله. اللاعبين. هما اللي اللاعبين كاملين كل واحد في البوست ديالو، كل واحد لعب البوست ديالو. ما شاء الله. اليوم كنحتفلوا هذا اللي لا نقول لك على انه انا ما نفهم اسمه، ولكن اللعب كان شويه صعب لان احنا كنا متوترين. سمعت لانه ياسر من الاهداف ضيعت، وياسر من يعني انت كنت تتفرج السي فخر الدين اللي نعدل نعلم محلله. انت دابا اليوم فرحانه ناشطه. اولا حيتي حفل في مدينه العيون، والله وعنده علاقه بالكام، والله وعنده علاقه بالمنتخب، والله. وتفرجتي في المقابله اللي كان المغرب فيها انتصر. الحمد لله. وهذا هو الجميل اللي خلك مازال كنشوفوك كتضحكي معنا وما مقلقاش. وشوف وعندي حاجه اخرى بغيت نزيدها، هو انه غياب شبه طويل على الحضور في الحفلات خاصه في مدينه العيون. هو مدينة العيون أنا موجودة، وأنا ما كنميزش بين المدن ولا بين المناطق. أي منطقة عيطت لي مناداتنا هذه نجي. الناس مازال ما كان ما شنو نقول لك، مازال ما كتب لنا اني نجي الا بغيت ان شاء الله. هذه هي البدايه. عوده ماشي البدايه، عوده لان وحضرنا معك الحمد لله. حضرنا معك منذ البدايه، منذ اول اغنيه اللي عطات انتشارتي اكثر من مولاها. لا 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 طول لي عمرك. اللي هي تعلق قلبي. لا لا تبارك الله. كل شيء كان كيعرف رشيد طلال تعلق قلبي. اللي يسمع تعلق قلبي كيقول رشيد طلال. لا اسمح لي. الفن امانه، الفن امانه. هي اغنيه معروفه، هي لقيت صاحبها الاصلي اللي هو طارق عبد الحكيم، المرحوم طارق عبد الحكيم، اللي هو صاحبها الاول اللي غناها ولحنها. من بعد غناها طلال المداح، من بعد غناتها هيام يونس. يعني هذوك نشروها في العالم العربي ونشروها. انا ربما كانت شويه ما هي مسموعه وشويه لا، ربما الناس ذكرتهم بها فقط. جميل. وانت فرحانه ومحتفله معنا بشي موال مثلا شي؟ ما نخرجوش من الموضوع. خذي راحتك. انت دابا انا طلبت منك موال، وانا اعرف رشيدة طلال جيدا، وانت تعرفين عمر فخر الدين جيدا. ما غاديش نخرج من الموضوع. نغنوا على اسودنا، وغنى نعم. اغنيه كنت درتها واحد الديو. أسود الأطلس ديما ديما مروكو، كورتنا عندها قيمة ديما مروكو، ديما ديما. أسود الأطلس ديما ديما مروكو، كورتنا عندها قيمة ديما مروكو، ديما ديما. خطة محكومة، انتصارات واهداف، دقة دقة مخدومة، هادو هما اسبوعا وعلمنا مرفوعا. جميل جميل. انا كنعرفو خاف فلتيني بهاد الاغنيه جديده هذه كنظن. هذه كنت عدلتها في المونديال الفايت ياك ديال 2022. اييه مزيان. والحمد لله حنا سمعناها في 2025. 29 هذيك كيف 26 26 2026. لا 26. على كل حال جميل. لاله رشيده، غادي نرجع عليك حيت عندي معلومات على الابن ديالك وعلى معلومه غادي نرجع عليها ان شاء الله. بغيت ندوز باش نخلي المشاهد الرياضي نعطيه بعض الكلمات اللي ما بقاوش كيتقالوا. طبعا لا قياس مع وجود الفريق. كنا تنقولوها فاش كيبان لنا المقابله بين ان المغرب غادي يفوز ب5 ب6 ب4. لا قياس مع وجود الفريق ما بقاش كتقال، لان الفرق كلهم ولات كلهم حتى شي فريق ما كاين كبير او فريق صغير، الفرق كلها كانت متساويه في المستوى. اليوم مباراه ديال
المغرب مع تنزانيا بينات انه فعلا تنزانيا ولو انها تاهلت بجوج ديال النقاط فقط مع فريق عريق المنتخب المغربي اللي عنده 7 نقاط، هنا الحسابات اليوم وقف الند للمنتخب المغربي. سيدي كريم. شكرا اخ عمر على الاستضافه، وتحياتي للفنانه ديالنا رشيده طلال الحضور ديالها معنا اليوم. بالنسبه غنبدا معك باخر ما قلتي انه الفوارق وما كاينش الفارق. فاولا خصنا نشوفوا تنزانيا حققت 2 نقاط مع من، فهي طلعت مجموعه مع نيجيريا وانهزمت بصعوبه ب2-1 في المقابله اللي بينت على قدره دفاعيه قويه، وتعادلت مع اوغندا اللي في المقابله اللي خصها هي تخرج تلعب الكره، وتعادلت مع تونس. دونك هي دارت مباريات قويه وبين ان عندها واحد الصلابه دفاعيه. المساله الاخرى ان المنتخب التنزاني هذه رابع مقابله كيلعب معنا في تقريبا سنتين، يعني انه خدا بحال نقولوا واحد الولف معنا، وحتى ذاك الرهبه ديال المنتخب المغربي ما بقاتش، لانه لعب معنا في طريق كاس افريقيا الفريطه في الكوت ديفوار، ولعب معنا تصفيات كاس العالم ذهبا كانت اخر مقابله في اليوم 2-0. وهذه المقابله يعني انه الفريق اللي كتلعب معاه واحد المباريات عديده صافي كيتحيد ذاك الخوف، كتولي عارف القوه ديالو. المساله الاخرى اللي كانت داخله في المقابله وهي ان المنتخب التنزاني ما عنده ما يخسر، يعني حتى الضغط النفسي ما كانش عليه، انه لاعب امام منتخب بلد منظم، منتخب اللي بنجوم، منتخب اللي قوي. هزيمه ما غاديش ما غتاثرش عليه ولا على الطاقم ديالو، بالعكس المنتخب المغربي اللي عليه واحد الضغط كبير بالفوز بكاس افريقيا، وماشي فقط غير الفوز. وهذا هو اللي ظهر اليوم في المقابله، وظهر منذ البدايه، لانه هي شفنا البدايه كانت واحد المحاوله المنتخب التنزاني اللي حقيقه هي كانت هدف. هنا زاد دخلت الشك للعناصر ديالنا، خصوصا العقده الافريقيه اللي عندنا، وهي اللي طغات على المقابله مع توالي الدقائق وتضييع الفرص. زاد ذاك الضغط على المنتخب المغربي، ولاحظنا انه بعد الهدف اللي كنا كنتظروا ديك بعد الهدف ديك الهجوم اللي غادي يوقع في هذيك اللحظه تقتل اللعب. يعني لاحظنا انه تقريبا من الدقيقه 65 حتى 71 ما بقيناش لعبنا كره كتوقف هنا وهنا. السبب لانه كانت اخطاء، يعني الفريق الخصم عرف كيفاش يجير المقابله، عرف كيفاش يبرد ديك ولكن كانوا تغييرات. انا غادي نمشي معك. اذا هنا خصنا نعرفوا السبب. انت ديجا لعبتي كره، انك كتكون عندك ملي كتسجل واحد الهدف كتكون عندك واحد الرغبه مع الجمهور، خصوصا في الميدان ديالك. انت في هذيك اللحظه تقتلات، يعني ديك اللحظه اللي يمكننا نزيدوا الهدف الثاني في اطار ارتباك الخصم، لان الفريق الخصم كان لاعب واحد منظومه دفاعيه تقريبا بكتله منخفضه، يعني بلوك با، وكان كيعتمد على الهجمات المضاده. ومن بين الحاجه اللي خدي عارفه ان من بين العيوب ديال البلوك با هو انه فاش كيتسجل عليك هدف ما كتقدرش تخرج، عكس ملي كتكون انت داير واحد البلوك هو مهاجم، واخا كيتسجل عليك كتلقى راسك انك عندك واحد القدره هجوميه. وهذا هو اليوم في هذيك اللحظه وقع نزول في المستوى. والمنتخب انا كنحيي المدرب ديال المنتخب التنزاني والتسيير ديال المقابله على انه في اللحظه اللي تسجل عليه الهدف فهو ما خرجش يهاجم، فهو بقى محافظ على الهدوء ديالو، كيلعب على هذوك 5 دقائق الاخيره ولا الاواخر اللي غيولي الضغط كبير على المنتخب المغربي، بحال ما وقع البارح في مقابله ديال تونس. لاحظنا ان تونس ماركات في 88 جات محاوله وحده من طرف المنتخب المالي، عطاتهم ضربه جزاء ولا هذا التخوف اثر على لاعبين المنتخب المغربي اللي كيبان عليهم الضغط كبير ومكبر لهم حتى ديك القدرات ديالهم باش يلعبوا ويبدعوا ويلعبوا على خاطرهم. فهو كاين واحد الضغط. سي كريم قاطعك اذا سمحت لي، انا في الحلقه السابقه كنت قلت لك واحد الملاحظه انه غالبا المنتخب الوطني ديالنا والتغييرات ديال الركراكي ما كتكونش حاسمه غالبا في المقابله. قلت لك مثلا بعض الحين تنكونوا فايزين في المقابله كنديروا تغييرات ما كيبانليش الفارق اللي غيعطيه اللي عطاه لنا دوك البون توش اللي دخل، سواء 5 الناس او 4 وغالبا كيكونوا 5. في التغيير 5 ديال التغييرات من الاصل 10 ديال اللعابه كيبان ان ما كيعطيش تغيير، ما كاينش اضافه. فين الاضافه؟ كنشوفوا النصيري خلينا تنهضروا على الغياب ديال اوناحي، كنشوفوا واحد العدد ديال اللعابه دخلوا ما كانش اضافه، وحنا منتصرين. غادي نشوفوا اللحظه اللي ديال التغييرات، وهي التغييرات كنا منتصرين. يعني حتى التعليمات ديال اي مدرب فهو التعليمات الاوليه ما حافظ ما يتسجلش عليه هدف، وهذا كيجعل اللاعب اللي كيدخل كيكون الفكر ديالو دفاعي اكثر من هجومي، لانه حنا اليوم ما محتاجينش نسجلوا الهدف الثاني نفوزوا 2-0 3-0، واكثر اننا مهتمين بان التاهل هو المهم، ان نحافظوا على ذاك الهدف ما يتسجلش علينا، ولا استطعنا باش نمشيو في واحد المحاوله ونسجلوا الهدف الثاني. ولكن كما كنقول لك غلب الضغط على اللاعبين. انا كيبان لي اليوم انه الضغط على اللاعبين كاين كبير، خصوصا ان هذا الدور
كيما وقع لنا في كان الاخير خرجنا مع جنوب افريقيا في المقابل، فهو داكشي كيبقى في ذهن اللاعبين وتخوف. وكنظن حتى المتتبع حتى هو كان عنده واحد الخوف من هذه المقابله، سيرتو انا كنا كنضيعوا، جاونا محاولات وضاعوا. كتقول واحد اللحظه انه الكره ما باغاناش، تقلب القضيه، كتبان لك على انه الخصم التنزاني غير كيوصلوا للاستلام الخطا، كتصافي كتقول يمكن لهم يسجلوا في هذه اللحظه. وخصوصا جاو محاولتين، جاتهم واحده في بدايه الشوط الاول مرتدات، يعني هادشي اللي غادي يلعب عليه المنتخب مرتدات. ولكن اللي بان ان المنتخب التنزاني ولفنا، يعني كنقولوا بكره ولفنا وما بقاش نعم. عنده ديك الرهبه منا ولا فعلا انا من الناس اللي تاكدت على انه الفريق التنزاني ومجموعه من الفرق الاخرى كثرت ما كتلعب معنا ولات عارفانا مزيان، ولات بهذه الكلمه ديال داصره علينا مزيان، يعني حتى الخطه ولات معروفه. وذاك اللي كتكون ربحتيه اليوم وغدا وبعد غدا وكذا كيحاول ماتش يصلح الاخطاء، وإلا خرج معك غيب 50% ديال الاخطاء كيكون فرحان. علاش؟ انه نهزم بثلاثه، نهزم بجوج، نهزم كذا. واللي لاحظت انه من خلال 8 المقابلات اللي لعبنا في التاريخ الكره الوطنيه مع تنزانيا، المقابله الوحيده اللي تعذبنا فيها هي هذه. راه فزنا بثلاثه، فزنا بجوج، فزنا ونهزمنا، سبقنا من خلال 8 فزنا في 7 المقابلات، نهزمنا في وحده وباش ب3-1. هذيك الوحده اللي انا عاقل على النتائج، وكان فيها الطاقم التقني، فيه وليد القراقي وفيه بن محمود اللي كانوا مع رشيد الطوسي، هما نفس الطاقم التقني اللي كانوا مع رشيد الطوسي. وهما اليوم اخر فوز كيفوزوا، ومقابله كانت فعلا. واش نعاودوا نرجعوا، واش التشكيله اللي دخلت اليوم واش عندها تاثير كيبان لك؟ اول حاجه كان وسط الميدان تغير، يعني وسط الميدان اللي بديتي به مشاو منه جوج عناصر، بقى فيه لاعب واحد بسبب المرض وبسبب ديال الاناحي. يعني هنا كيعرفوا الدور ديال وسط الميدان اللي هو القلب النابض ديال الفريق. اي فريق هو وسط الميدان. الان وقع فيه تغيير، دخول لاعبين ولا جوج لاعبين اخرين اللي يلاه كيلعبوا. مثلا الخنوس هذه اول مباراه رسميه كيدخل، والسيباري خلال المباريات الاولى ما كانش كيلعب كوسط الميدان، كان كيلعب كجناح ايسر. يعني هنا هذاك الانسجام وهذيك كما كنقولوا التصارع على اللعب في وسط الميدان ويلعب مازال ما دخلتش. ولا لاحظنا ان الخنوس راه ما بدا كيعطي حتى تقريبا الدقيقه 30 يلاه دخل في اجواء المقابله. وهذه المقابلات كما قلت لك انه ذاك الضغط والصعوبه ديالها امام فريق اللي عارف انه غادي يجي يدافع وغيقلب على المرتدات، كيكون شي شويه ديال خص الانسجام والسرعه، لان بحال هذه المباريات باش يمكن لك تفتح ديك النظام الدفاعي ديال الخصم هو بالسرعه، يعني بالسرعه واستغلال المساحات بواحد السرعه كبيره. وهو اللي ما لاحظناش بزاف. كانوا بعض المحاولات في الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني، بعض اللاعبين اللي ما عجبوكش. احنا كنهضروا في شوف كنهضروا في واقعي، احنا كنا فرحانين، كنعاود ناكد اننا فرحانين بالفوز ديال المنتخب الوطني. وحنا معنا الفنانه القديره الصديقه رشيده طلال. ولكن علاش انا بعض اشياء خصني نشير لها. لماذا مزراوي وماشي لاريغو صلاح الدين؟ اليوم مزراوي قدم مقابله قويه في دفاعيا وسط دفاعيا. انا السؤال الاول بعدا اللي بغيتي تسول اللاعب اللي ما عجبونيش، انا بان لي من البدايه الكره الاولى اللي كانت محاوله خطيره ديال المنتخب التنزاني انه ماسينا خرج من اللعب، بحال اثرت عليه بزاف، وبقى لاحظنا انه كان شويه متردد. هذا بالنسبه للمزراوي. فالخطه يعني كما كنقولوا حنا البلان دو جو ديال المدرب الركراكي، فهو كيعتمد على انه الجهه اليمنى اللي فيها دياز كيدخل للعمق، كيقرب الكعبي وكيخلي ذاك الكولوار كيخليه الحكيمي، او لان الحكيمي كيدخل في الهاف سبيس كما كنقولوا وكيدوز دياز. يعني كاين واحد بالنسبه للجهه اللي فيها مزراوي الجهه اليسرى، فهو كان غالبا انه تعطى المبادره كلها للزلزوليه انه يمشي ويخترق ويمشي، وفي نفس الوقت عنده الظهر ديالو، فهو مكلف بانه مزراوي يعني كنقولوا سوتيان اللاعب اللي كيكون سوتيان ديالو فين ما يقدرش كيرجع ليه. دونك يعني النظام اللاعب اللي يحاول يعتمد عليه هذا اللي لاحظنا. ولكن دفاعيا وقوه لاحظنا انه مزراوي كان في المستوى، لانه هنا عاوتاني المدرب كيكون عليه واحد الضغط اكثر من المتتبعين، لانه كيفكر حتى دفاعيا ما خصوش يتسجل عليه، لان المدرب كيكون شويه متوازن كيخاف. وقدره ديال مزراوي دفاعي فيها هي قويه، ولاحظنا في عده واش وليد هكذاك فايت لعب التشكيله هذه. كنظن من الناس الخوف من فريق تنزانيا. احنا لعبنا بحكيمي ولعبنا بباسينا ولعبنا باكرد ولعبنا بمزراوي، كلهم هادو كيلعبوا دائما.
ما فهمتش علاش غيبقاو ديما نهضروا اننا كنخافوا. اليوم مسينا بكل صراحه انا ما عجبنيش بكل صراحه، وغنرجع للخطا الاخير اللي دار ديال ضربه جزاء واللي الحمد لله ما تعلناش. مسينا كان شي حاجه كانت متقلاه، كانه شحال هذه ما لعبش. ماشي مسينا اللي شفناه اخر المقابلات اللي كنا كنشكروه كنقولوا يا ريت يلعب. واش مازال كيعاني من الاصابه ولاعب؟ خصنا نعرفوا هذه القضيه دي. اذا كان مازال كيعاني وملعب والمدرب نقدروا ندوزوا علاش، لان عندنا السايس ما كاينش وعندنا اليميق ماشي في المستوى ديالو، وبالتالي نقولوا كنقضيو. واخا حنا ديما كنقضيو علاش؟ حتى في التغييرات. انا اخر تغيير كيبان لي الشيبي كان دار احسن مقابله في تاريخ المقابلات ديالو. حكيمي ما نكذبوش على الله كان شويه ناقص، كان ناقص، ونكونوا واقعيين. علاش حكيم ما نبدلوش مثلا حكيم ودخلوا الشيبي ولعبوا بالطريقه باش لعبنا اخر مره بصلاح الدين والشيبي، وعلى الاقل الشيبي اذا كان ناقص غادي يبان وكاينه فرصه باش يدخل حكيمي. حكيمي كان شويه ناقص وما دارش تغيير خلاه، ولا حيت ضرب كوفره وكان غير ماركيها. نبدا من حكيمي هو نجم المنتخب المغربي، هو اللاعب اللي واخا اي مدرب كيشوف، غالبا المدرب كيشوف استمراريه البطوله، على ان الا بقيت شاد حكيمي دابا وخليته المباريات القادمه اللي غادي نحتاجوا الحكيمي ما غنلقاوش. كنظن المدرب الان حكيمي جاهز، خصنا نعطيه المباريات ديالو باش يرجع الطوب ديالو، اللي نعطيه 90 دقيقه 90 دقيقه حسب ما شاف المدرب، لانه ما لقاش منه مشكل. سي كريم نعطيك انا مساله، اسرع لاعب عندنا في المنتخب هو حكيمي. هو حكيمي ولا راحتي في الدقائق الاخيره هو اللي كان كيرجع وكيقطع كره، كان كيرجع شحال من كره هو اللي رجع خداها، لانه الدور الدفاعي ديالو راه قوي حكيمي. اذا حكيمي طبقوا عليه مسؤوليه انه اللاعب كبير، وكما طبقناش على دياز باش لعب وعاوتاني خرجناه. فرق بين مدافعين. اغلب ديال التغييرات ديال جميع المدربين ما كيكونش في الدفاع، غالبا كيكون في الاجنحه لانهم كيبذلوا واحد المجهود كبير في الهجوم وكيرجعوا، هذه حاجه معروفه. وفي المهاجمين لانهم كيبذلوا واحد المجهود كبير هجوميا ودفاعيا ما بين لي ستوبر. غالبا اغلبيه المدربين اللي كيخرجوا الاجنحه قلب الهجوم ومتوسط الميدان الهجومي، لانه كيبذلوا واحد المجهود. وحتى لي ستاتيستيك اللي كاينه هما كيوصلوا 13 كيلومتر 12 كيلومتر، عكس المدافعين وعكس اللي كيوصلوا الى 8 9 كيلومتر في المباراه. لان هادو تقريبا الاحصائيات اللي كدار باش كانوا يحاولوا يخدموا اللاعبين في الاعداد البدني ديالهم وحتى في المباراه. يعني دياز صافي بذل مجهود، خاص لاعب اللي غادي يدخل وغادي يدير العمل الهجومي والدفاعي. مساله اخرى اللي كنرجعوا لدياز راه ما لعبش دقائق كثيره مع فريق ريال مدريد، راه غالبا كيلعب 15 دقيقه او 30 دقيقه ما واش. عكس دياز راه من الغياب ديالو راه تقريبا واحد العامين 3 سنين كيلعب رسميا. حنا كنا تنقولوا انه دياز ما لعبش هذه في المقابلات الاولانيه. دياز راه المقابله الرابعه على التوالي، الرابعه على التوالي، وشوف وكان افيكاس، كان كيربح ماركا البيت في الدوره الاولى الثانيه الثالثه، وهو الماتش الرابع ما شاء الله كيسجل الرابع. اذا هذا اللاعب كيبين انه كاين مع توالي المباريات مثلا. اذا ما نبقاوش نهضروا على مونك دو كومبيتيسيون ولا شي حاجه فيها كذا. هذاك اللاعب راه كبير، هذاك اللاعب كبير. انا رشيده حيت شاركت معايا غنرجع لها، حيت شاركت معايا في التدخل هذا والدخلات قويه شويه. لاله رشيده عندي معلومات انه انا كنبقى ديما في تنزانيا. انا كنبقى زماني دابا اليوم كانت كتسولني كتقول لي واش غنربحوا، كانت كتبغي تاخذ الثقه من عندي واش غنربحوا، تقول لا غنربحوا حنا المغرب ما يمكنش ما نربحوش. انا اعدى حاجه عندي اللي نقولها لك هو ذوك التوقعات. واش كتوقعي؟ ما كنتمنى ان التوقعات هذاك لا يعلم الغيب الا الله. انا هذه بعد ما نبغيها، وكل واحد هو. انا منين يقول لي حد واش كتوقعي نقول له اسمح لي انا كنتمنى وكنشجع وكندعم فريقي بحبي له وبتشجيعات له وبنطلب مولانا ونسمع، ولكن باش نتوقع شي توقع لا احنا راح نديروا وغادي نجيبوا وغدا هذا وبينتي لي هاتوا المغرب وهاتوا ما نعرف شنو هذا. لا بينتي لي هادشي هذا، بينتي لي في الحفل ديال الفانزون اللي دوزتي انك غنيتي على المغرب. هاتوا المغرب احنا جينا الفريق الوطني، غنيتي واحد مجموعه الاغاني على المغرب
واش دابا انت جيتي للعيون عندنا باش تغني على الفريق الوطني ماشي؟ هذاك الشيء هو هذاك هي هذاك هو لو تيم ديال الحفل. لا حنا غير حقنا الاول غنيت هذاك هو الحساني في الاول، شوف، غنيت ولكن الوطني هذاك هو- وختمتيها ولكن بالشعبي. هذاك هو لو تيم ديال الحفل. حنا جاينا باش هذا نساندو. المناسبة ديال مساندة الفريق الوطني. شنو القصه ديال الابن ديالك؟ انا عندي معلومات على الابن ديالك الان ولا كيلعب مع الفتح الرباطي، وتعرف فئه عمريه. في النادي. انا النادي تعرف النادي، انا ملي سولت اش واقع في المغرب اصلا، وكل شيء ولا ظهير ايمن. حنا نقلبوا الاظهره اليسرى اللي عندنا قليله ما كاينش، وانت حتى ولدك ولا حتى هو كيلعب اريا ضربه. شوف هما ملي كيلعب لينا كيلعب هو من الصغر ديالو. نعم. وهذو المدربين ديالهم هما اللي هما اللي كيعطوه طبعا لو بوست ديالو اللي كيشوفوا ماشي لانه حتى انا شوفي، انا نعطيك نصيحه هذه بالضحك هذه. ولدك يلعب شي اريا غوش، يلعب شي دومي سونتر. حكيمي راه هاد السنوات كامله ما خلى لنا حتى شي اريا ضربه يلعب. حكيمي هو اللي كاين حاليا. انا لا ماشي انا ما شاء الله، انا كنرجع السين اللور. انا رجليه وما الثاني شوفي حنا نبقاو كل ساعه مره باش غندوزو ما شاء الله. والله ما خالتي. لا رشيده انا كنرجع للسين اللور ما شاء الله. كنرجع السين اللور كنتفكر في العهد ديال النيبت، نور الدين النيبت ضاعوا بزاف ديال لي دومي سونتور لي ستوبور لي معيور، ضاعوا بزاف لانه نور الدين النيبت في الوقت ديالو انا كنعقل كانوا مدافعين في المستوى العالي وما لعبوش في المنتخب. علاش؟ لان كان هو اللاعب الاساسي في المنتخب، وبالتالي حتى باش نقولوا ان واحد النهار تصاب او وقع له مشكل ودخل شي حد عمرها ما كانت. كان عرشان، كان بيدار، من بعد بان روسي وبان القرقوري موراه، وواحد مجموعه ديال المدافعين اللي ما مساكن ما عندهمش الظهر ما لعبوش. دابا كاين حكيمي، حنا عندنا الشيبي، عندنا الشيبي. انت كتكلم العالم كامل، العالم كامل فيه فرق ديال الكره، ماشي ضروري يعود في واحد. لا اسمحي لي راه حنا بغينا المنتخب، حنا بغينا المنتخب ماشي العالم. وانت كتقول واش بغيتي تصيفطي لينا سويسرا؟ شوف كل واحد وفين مكتب له، فهمت؟ نعم. وكنتمناو له انا اليوم خديت التليفون اتصلت به وتكلمت معاه. هذا قال لك بيذاكر من ورانا وتكلمت معاه وعجبو الحال، وقلت له معك واحد السيد ما غاديش تعرفوا انت الابن ديال رشيد طلال في الايا. قال لي قلت له اش من بوست كتلعب؟ قال لي وحلات وانا نقول له اش من فريق؟ قال لي الفتح الرباطي. وقلت له اش من فريق؟ النادي. قال لي انا كندير رقم 2. طبعا قلت له رقم 2 راه هي اريا ضربه. قال لي انا اريا ضربه بالضبط اريا ضربه. قلت له اذا مزيان من عارف اريا ضربه هي 2 عارف اذا كاين ديجا الثقافه الرياضيه. وقلت له بغيت نجلس معاكم. قال لي انا مرحبا انا مستعد. منين عاد عنده 5 سنوات. قلت له انا مستعد وما بغيتش ندخل معاه في حكيمي في الشيبي في الهلالي في المزراوي. عندنا 4 تبارك الله ديال لي زاريا ضربه. كل واحد كيشوف وكل واحد واسمح لي خلاص هذوك ديال اللي طالعين راه كل واحد كيدوز الوقت ديالو. اذا نوجدوه ان شاء الله 2030 ممكن. هذا الشيء عند مولانا ان شاء الله. هذه الدردشه طبعا حنا كنضحكوا في البرنامج مولانا، وحنا كنعاونوه وكنشجعوه وكندعموه باي حاجه اسمه، لان الناس كامله والوالدين وهذا فين كيلقاو نجاحهم كيلقاوه في اولادهم. ممتاز. انا عطيتك هاد درتها من موراك، درتها من موراك والله الا تكلمت معاه بالله. شوفي بالله تكلمت معاه ودوا معايا مسكين وعطاني معلومات بسيطه عليه. وقلت له شي انت ان شاء الله هذه هي البدايه باش ندير معك ان شاء الله واحد البرنامج ان شاء الله في القادم الاوقات. خويا كريم دائما كنبقاو في التحليل شويه غنبان لك بحال ماشي متفائل بحال كذا، ولكن راه البرنامج هو هذا خويا كريم. خيرا تجي. لا الا ما كنتش غنتقد ما غاديش ننجحوا. خصنا ننجح. احنا ماشي فريق، احنا منتخب ماشي فرقه، احنا منتخب. نكونوا مثلا كندربوا اليوم وغدا عندنا المقابله. انا تنقول انا مع راسي انا كمدرب اول حاجه غادي ايفيتي دوك لي كونتاكت ما بين اللاعبين. اول حاجه غادي نقول لهم بغي يدوز بغي ماركي لان كيهمني انا هو العمليه تدوز بنجاح.
انا اليوم كنسمع ان اناحي تصاب بتدخل عنيف من الياميق. واش بان لك؟ اولا داكشي كيوقع في التدريب، ثانيا ما عندناش تاكيد انا بعدا ديال ان الياميق هو اللي ضربو، لان بلاصينا هو اصابه عنده تمزق عضلي اللي نيت واقع له كان في الجهه هنا واللي خلاه جلس، يمكن واحد المجهود بدني وقع ليه ما كنظنش. لا انا عرفت ما تقبلتيش. هذاك يدير ركراك انا فنان لا شوفي انا ماشي مدرب. لا انا ماشي مدرب. شوفي لا رشيدة سانتيريا، انا ما تكلمش على انا ما كنقولش انا تقنيا، انا كنعطي ملاحظات ديال المشاهد المستمع كذا. كتوقع وقعت لنا في الليله قبل المقابله بعض المرات لاعب كيمشي ماشي كنقول غير المهم كتوقع حاجه كتوقع في التدريب هذه، واغلبيه الاصابات ديال اللاعبين كتكون في التدريب. نتمناو تكون ماشي هذه اللي وقعت، ما غاديش تكون بعدا بالتعمد هذه كاع 100% ما غاتكونش. يمكن لاعب راه بعض المرات اللاعب كيحط رجله ما كيعرفش فين يحطها بالحماس في التدريب. في اخر المطاف انا نقاطعك، لا ما كتبدا كره، هذه كره القدم وكتوقع كره. كاينه واحد الحاجه بغيت نقول نعم قبيله لانه ما جاوبتكش عليها، هو فاش ذكرتي لي لا لي ديفونسي ديال المنتخب وذكرتي علاش كنخافوا. لا ديما غنبقاو نخافوا، علاش؟ لان حنا كنلعبوا بواحد البلوك هو على لادفيرسير، ودائما كتبقى واحد المساحات ورا ظهرنا كبيره بزاف، وهذوك المساحات هما ديما المشكل، لانه ما يمكنناش حنا غادي نلعبوا وغادي نرجعوا على الفريق وغادي نرجعوا للور نتسناو يهجم، فحنا غالبا حنا اللي كنمشيو وكنهاجموا وكنديروا واحد البلوك كنطلعوا. دونك هذيك الكتله ديالنا كتمشي تقريبا غالبا بحال في الشوط الثاني تقريبا ولينا كنلعبوا في واحد 38 40 متر على شباك الخصم. يعني اللي لاحظتي لا اكراد ولا مسيره فكانت تقريبا واحد 40 متر على، يعني كاينه واحد 60 متر ورا ظهرنا. هنا كيوقع اي تخوف من عاود معايا هذا 40 متر على 60 باش نفهمها مزيان. كيفاش 40 60 وصلتي ل 100 هنا؟ يعني حنا كنلعبوا 100 راه هو التيران، كنا كنلعبوا في 40 متر قراب المرمى الخصم، يعني ورا ظهرنا كاين 60 متر، يعني شحال الملعب فيه 110 تقريبا. حنا غنرجعوا حتى لعند الحارس ولا شي؟ حنا باش كنضغطوا ما كنوقفوش في لالين ديالنا ديال الميليو تيران، كنا كنزيدوا، وحتى لو وقفنا في لالين ديالنا راه كاين واحد الاسباس اللي ورا ظهرنا اللي يمكننا نضربوا به باي كونترادا كما كنقولوا، باي كره طويله ورا ظهرنا. هذا هو التخوف اللي عندنا. عندي واحد الملاحظه ما عرفتش واش انتبه لها المتتبع ولا المشاهد الكريم. الدقيقه 89 كان واحد التدخل عنيف من واحد اللاعب الزلزولي مع الزلزولي، وهذاك التدخل ما عرفتش ان كاين فار كاين حكم، واش ما لاحظتش انه كان خطه حمراء في ذاك التدخل؟ هنا كيبقى تخصص ديال الحكام، وكنظن انه كيبقى القدره يعني التقديريه ديال الحكم في هذه الحاله واش هو عمليه خطيره او لا. فكنظن الحكم هو ما كانتش خطيره العمليه، هما شافوها انها ماشي خطيره، وراه اللاعب راه كمل لاحظنا. ولكن وقعوا حالات انا كنعرف بعض الاحيان ان الحكم تيقول لك تهور، التدخل بتهور راه فيه حمراء، راه شو رجليه عاليه هز رجليه والثانيه يعني كاين، ومادام ما عطاتك صفراء اذا كاين تهور. ولكن كنبقاو الحكام هما اللي حنا كنشوفوا انه قرار. نعاود معك اخر هذا غيولي ديما سؤال دائما كل حلقه. النجم ولا رجل المقابله؟ سولت رشيد قبيله وسولك انت. تقريبا النجم اللي كان غالبا هو دياز، هو اللي سجل الهدف بطريقه يعني تقريبا فرديه وفنيه، واتخذ القرار الصحيح، لانه حتى اللي شاف انه الصابر كان كيطلب الكره كون عطاها الصابر كنظن كان شهود. دونك هو اتخذ واحد القرار حاسم في واحد اللقطه بواحد القوه، يعني شاف ان الحارس المرمى مشى معاه، ولكن كنشوفوا اللقطه الفنيه ديالو كيفاش لعب وخدا. وكيبقى واحد اللاعب اللي كان جيد بزاف هو الخنوس في وسط الميدان، وقدم واحد المباراه جيده هجوميا ودخل من بعد المقابله، وكنظن هذو هما جوج لاعبين اللي كانوا مميزين في هذه المقابله بالنسبه لي. ممتاز. يعني دويتي على الخنوس ودويتي على دياز المقابله الفريطه، انا عاقل مزيان. دويتي على دياز كعبي وناحي. اذا اليوم خليتي دياز ما بين الماتش اللي فات وهذا الماتش هذا، اذا هنا كيبان انه دياز
في 4 مقابلات ما كان ربحت بيوتا، كنعاود ناكدها يا ربي ماشي سهله. لان ما شاء الله انا شوف نقول ما شاء الله. شوف هنا كنبين حتى المشاهد ويه. اللي تيقول لك اللاعب راه ما كيلعبش وكذا، راه كيلعب. غنساو دابا ذاك اللاعب انه واخا ما كيلعبش في ريال مدريد كان جالس، ها هو جا المغرب الحمد لله كيقدم اضافه، وهذا جميل. وغادي نعاود نرجع لك الابن ديالك كنت سولته لان انت هادشي ما عارفاش، قال لي كان كيلعب في شي جمعيه معينه، كان في شي جمعيه معينه ومنها انتقل النادي ديال الفتح الرباطي، وكنتمنى له ان شاء الله الاستمراريه ويمشي في هذا المستوى. انت كأم ديالو عندك شي افكار مستقبليه لهذا الولد هذا؟ واش كتشوفي فيه يمشي بعيد او يمشي الاكاديميه مثلا او ما كان؟ هو اي ام كتشوف ولدها، اي ام ولا اي اب كيشوف ولده كيبغي له مستقبل مزيان، كيبغي يمشي في مسار مزيان، وانا مخليته في هذا المسار اللي باغي وكنشجعه فيه، وانا معاه بكل شيء حتى هذا يلحق هذاك الهدف اللي بغى. ممتاز. حنا طبعا لان بغينا هاد الكره بالضبط للكل الان ولا كيمشي في هذا الدومين، بغينا اي واحد عنده خاصو اهتمام باش يوصل، لان حنا ما بقاش عندنا ولينا كنعتمدوا على المحترفين اكثر من البطوله الوطنيه. اذا كنتمنوا ان البطوله تخرج لنا لاعبين. من بين الاسئله اللي نقدر نرجع لاخويا كريم، واش ممكن نعتبروا هذه المقابله مرجع؟ واش نقدروا نعتبروا ريفيرونس؟ حتى انا بعدا كندوي على راسي، مقابله تنزانيا المغرب فافوري، المغرب فافوري 100%. اليوم ما بلياش المغرب فافوري. مقابله ما يمكنناش ناخذها مرجع. علاش؟ لان اولا انا كنشوف كانوا علينا واحد محاولتين ديال الهدف. هنا كنلاحظوا انه مشكل دفاعي اللي خصو يتعالج، خصوصا يعني بجوج كوارير كنظن محاوله هدف حقيقي باش يوصلوا بهذيك الطريقه، هذا ناقص الخطر صدق، لانه كان يمكن يتسجل كنا غنلقاو صعوبه. يعني هذه اللي ومن ناحيه لانه الا جينا من الناحيه الهجوميه، من التنشيط الهجومي تقريبا استطعنا نكونوا افضل من المباريات اللي فاتت، لان حاولنا يعني كنشوفوا بعض العمليات، بعض المراوغات، بعض كما كنقولوا دي كومبينيزون بين اللعابه باش كيحاولوا يوصلوا، وحاولنا نوصلوا مع واحد الدفاع اللي هو واقف مزيان، ما عطيكش مساحات، ما دارش اخطاء، ومع ذلك وصلتي وقدرتي تخلق واحد الفرص ديال التسجيل. يعني من الناحيه الهجوميه والتنشيط الهجومي كان جيد. من ناحيه التنشيط الدفاعي ف كنظن على الركراكي خصو وبطبيعه الحال راه غادي يدير لنا وغادي يشوف هذوك المحاولات اللي كانوا علينا لانه شكلوا خطر علينا. كيبقى بالنسبه للتحولات اللي كنشوف على انه باقي لحد المشكل اللي عندنا اللي كنشوفوا اللي هو نقطه الضعف اللي بانت ليا هو في التحول من حاله دفاعيه لحاله هجوميه. لاحظت ان المنتخب المغربي ديالنا مازال ما عطاناش ديك القوه اللي هي مهمه لنا. فين ما كنقطعوا الكره ما كنلقاوش محاولات مرتده ولا هجمه سريعه اللي يمكن لها تخلق. جاتنا وحده ولكن ما عرفناش نستغلوها، ولكن كنظن هذا هو المشكل اللي خصو يتعالج. اما بالنسبه للتحول من حاله هجوميه لحاله دفاعيه فهي كتبقى هي نقطه قوه المنتخب المغربي اللي لاحظناها، هي اللي كتكون عندنا مزيانه. اشاره بسيطه باش ندوزوا غير المقابله التوقع القادم. اشاره بسيطه، ضربه جزاء اللي كلشي تكلم عليها في الاخير، ممكن تعطيني؟ بالنسبه لي انا ماشي ضربه جزاء، كان احتكاك عادي، شفناها من الزاويه اللي كان فيها بونو، يعني من الزاويه المقابله، فتقريبا حط يديه عليه واللاعب هو اللي حاول يمثل، ويمكن تشوفوها تعاودوها في اليوتيوب واضحه. لاعب محترف في الدقيقه 94 عادي يعني نهايه المقابله. قوانين التحكيم حاليا ما بقاش هذوك الاحتكاكات بين اللاعبين وجورتنا ما بقاوش كيصفروا. حنا راه في افريقيا سي كريم، حنا في افريقيا عندنا حكام افارقه. كاين فار راه كاين فار وكاين اخطاء سي كريم. كاين فار كاين قوانين جديده اللي خصو يعرفها المشاهد، لانه بعض الاحتكاكات اللي كان شحال اللي كيتصفر عليها ما بقاش. يعني غنحط عليك يدي وطيح، نحط عليك يدي وطيح ما بقاتش، لانه لاكسيون اشنو فيها؟ راه حاط عليه يدو بحال هكا واللاعب طاح، اللي غادي يشوفها مستقبلا غادي يشوفها. فهو داكشي ما بقاوش. بعض المرات حتى القميص شحال ديك غير كتشد اللاعب كيطيح كيتصفر. دابا ما بقاتش، راه كاين بزاف الحالات الا شفتوها انه كيتجر القميص ويبقى معاه ويطلقوا في الاخر ما كيتصفرش وكيرجعوا للفار وما كيصفروش. وقعت يمكن المنتخب المغربي في كاس العالم ديال الشباب، وقعت بزاف الحالات. يعني راه كان واحد التغييرات ديال التحكيم اللي كان طلب المدربين اللي هما اللي وجهوا رساله انه
خاص يكون نيت كونتاكت نيت مؤثر، ما بقاش يجيك حط عليا يدك نطيح وداك الشيء غادي يتصفر. قبل ما ننهي الحلقة، اليوم تفرجنا في المقابلة ديال الكاميرون وجنوب افريقيا، المباراة اللي حاولت ما امكن ناخذ عليها معلومات حية مباشرة. كان جنوب افريقيا كبداية في الشوط الاول كان ممتاز، ما عرفتش اش وقع له. على كل حال لا يهمنا اش وقع له، لان احنا يهمنا هو المنافس شكون ولا يكون في الربع. والان الكاميرون هي اللي غالبا تكون المنافس ديالنا ان شاء الله، هي الخصم ديالنا في دور الربع. جنوب افريقيا عندنا معهم شويه ديال انا ما بغيتها تربح، راه ما ربحاتش، ولكن المشاكل اللي كاينه حاليا هو ان جنوب افريقيا كانت ربحاتنا قصاتنا كاس اللي فات. غير ربحنا غير غنذكر المشاهدين انه حتى الكاميرون راه عندنا مع طار اللي ما عرفش هاد الطار نفكروا. راه المقابله اللي غنتكلم عليها الكاميرون المغرب 1988. انا كنعاود لكم هادشي راه كنشوفوا 1988 مباراة نصف النهائي المغرب مع الكاميرون في الدار البيضاء، انهزمنا ب1-0 وفين في الدار البيضاء. اذا ما يمكنناش عاوتاني نهزموا في الرباط، ما يبقاش يجيونا الدار البيضاء ويجيونا الرباط ويجيونا فاس وغدا. راه عندنا المقابله الجايه في الرباط، خصنا نكونوا واقفين لها بجديه، عزيمه، باصرار، بارتكاب ديروا النيه طبعا، بارتكاب اقل عدد ممكن من الاخطاء، لان الاخطاء وارده في الكره. خويا كريم، فكرتك شويه بهذه المقابلات كتكون شفتهم واقيلا عاودتي شفتيهم، اشنو كتقول في هذه المقابله اللي غتكون ان شاء الله تاهلنا لنصف النهائي اللي من 2004 ما شفناهاش؟ هو المباريات كيختلفوا، وكنظن انه الضغط غادي يبقى غادي وكيخفاف مع الوصول لمراحل متقدمه. المباراه ديال ضد الكاميرون ما غتكونش هي بحال ديال زامبيا من حيث الضغط، لانه الضغط اللي كان علينا في ماتش ديال زامبيا ديال تنزانيا كان كثير، خصوصا التخوف من الخروج في الدور الثاني اللي هو العقده ديالنا، حيت المغرب كان معروف انه الدور الثاني كيتقصى غالبا في كاس افريقيا. يعني بعد هذا الانتصار وهذه الصعوبه غيوقع واحد شويه ديال التهور، ولكن المقابله راه ما غاديش تشبه المباريات الاخرين. المقابله غادي يكون عندها حتى هي قراءات ديالها، كل مدرب غادي يقرا الخصم، غادي يشوف نقاط القوه ونقاط الضعف ديالو. لاحظنا انه المنتخب الكاميروني عنده دفاع اللي يمكن لك تسجل عليه، يعني ما يعني بحال كنقولوا تنشيط دفاعي اللي ضعيف، ولكن عنده قوه هجوميه. يعني هذه غادي نشوف انها قوه هجوميه وقوي، عنده مهاجمين. اذا كتخمين كنظن انه مع توالي اللاعبين اللي تحرروا شي شويه ديال المنتخب المغربي غادي يكونوا افضل من المباراه الفارطه، وكنظن ان المنتخب المغربي ان شاء الله غادي ينتصر نصف النهائي ان شاء الله، ان شاء الله بالدعم الجماهيري ومن حد كتبدا تجاوز الادوار، كتبدا تاخذ الثقه في النفس وغادي تزيد ان شاء الله. لا رشيده في النهايه انت تعطيني تخمين. انا عارف كتقولي المغرب، انا كنا غنقولوا المغرب تخمين. راني فت قلت لك على اني هذاك الشيء ديال التوقعات والتخمين ما عندناش معاهم. بالنسبه لي انا لا يعلم الغيب الا الله، ولكن انا كنتمنى الفريق ديال بلادي يربح. كلنا كنتمناو فريق بلادنا يربح والله، وبغينا لانه هما اللي فريق جيد وفريق فرض وجوده وفريق عنده مدرب مزيان، وعندنا فرصه اننا كنلعبوا في بلادنا يعاود الجمهور كيلعب واحد الدور كبير. بغيتك تختمي لي البرنامج باش نختموا لك بشي ماتش ما عرفتش اللي قال هذاك الكل يعرف انك ان رشيده فنانه صحراويه. اش ممكن تختمي لنا البرنامج؟ الحمد لله كل شيء يعرف عني فنانه صحراويه. اعطينا ختام فني، شي حاجه فنيه. نقول لك وني مالك الشان ومالك التنميه، لانه الا جينا لهين نشوفوا هذا الشيء كامل وهذه النجاحات، وهذا ما جاو من فراغ، جاو بالرعايه المولويه طبعا، وجاو برعايه الجامعه والمدرب، يعني مجموعه من هذا هم اللي وقفوا على هذا النجاحات وهذا الانتصارات. وانا اللي نقول وني ملك الشان وملك التنميه والنهضه والبنيان زادوا الخلوقيه. يا سلام، تبارك الله عليكم. كسابقا ما بكرهش نقدموا البرنامج لانكم اللي كتعرفوا البرنامج مزيان، برنامج سير
اللي غادي يكون ان شاء الله معكم الحلقه القادمه، الحلقه الثالثه في مباراه ربع النهائي ان شاء الله اللي غتجرى ما بين المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني في ثأر تاريخي. شكرا. طير هادشي. سير سير. سير. طير.